لكل ست بيت بتلاقي انه هيدي الاكله صعبه وبتاخد وقت وبتنطر امها او حماتها لتعملها لتاكلها، شوفوا طريقتها شو سهله. اول شي الملوخيه بتنقوها وبترجعوا بتغسلوها بمي عاديه، ما ضروري تغلوها. بتغسلوها وبتعصروها وبتنقلوها على جنب. اول خطوه بصينيه بتحطوا بصله، كم حصتون، فلفل اسود ورشه زيت زيتون وبتشوها بالفرن. هيدي رح نعمل فيها صوص كتير طيب نحطه على وجه الملوخيه. هون بطنجره تانية حطيت كميه من الزيت وثلاثه روس من الثوم المهروس حر، اخضر او احمر، وكزبره. انا عندي اياها متلجيتا، اكيد فيكم فريش، تقريبا ضمتين كبار. هيدي الوصفه طبعا بدها ثوم وكزبره كتير. الملوخيه شوفوا كيف عم بعمل، بنفس الطنجره كل كمشه عصرتها هيك بفرفتها بايدي لاتاكد انها نظيفه ما فيها شيء، وبرجع بقليها مع تقلية الثوم والكزبرة. بهيدا الوقت بتكونوا معليين وسالقين الدجاج من الصبح. سلقت دجاجتين أنا وبتصفوا ميتها فوق الملوخية كلها، والدجاج بتحطون على صينية ليبردوا لحتى تفصفصون على جنب. طبعا مية الدجاج ما رح تكفي، سو حتزيدوا مي عادية سخنة فوق الملوخية. هولي البصل والثوم والحر بعد ما شويناهم حطيت لهم ملعقة كزبرة يابسة كبيرة، حطيت فلفل أسود، نص فنجان من الحامض وخلطتهم، وأكيد بنزيد ملح. وهيدي الخلطة بنخلطها وبنحطها على وجه الملوخية. ما بتتخيلوا طعمتها شو طيبة بقلبها، هيك طعمة الشوي. نرجع حامض. اكيد الملوخيه بتاخد ملح كتير، سو انا حطيت بسلق الدجاج وحطيت مع هيدي الخلطه، واكيد على الوجه منزيد وبنرجع منضيف الحامض ومنخليها تغلي شي نص ساعه على نار هاديه. واخر شي قبل ما نطفي منزيد الدجاج تنضمن انه لونه ما يتغير. بتكون جاهزه. منقدم حدا رز، انا عملت رز بشعيريه، اطيب ملوخيه يابسه ممكن تحضروها. شفتوا شو سهله بسيطه، منا معقده كتير، ومن الاكلات عن جد الملوخيه.